اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم حبيباتي العذرات الزينات، إن شاء الله نصيبكم بخير في هذا الفيديو. اليوم جيتكم فيديو جديد واللي هو ظلمة القرنون. في هذا الطبق ما درتش بزاف اللحوم، درت كمية قليلة ويجي طبق بزاف بنين. ماشي شرط نستعملوا اللحوم خاطرش اللحم راه غالي، درت كمية قليلة برك ودرت كمية كبيرة تاع الوصفة وجات بنينة وتقدري ديريها حتى للضياف. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا لنهار اليوم، بزاف نتشكركم على التعليقات اللي كتبتوا لي في القارص، وكاين بزاف اللي عجبهم الوصفة وجات في حقيقة بزاف بنينة، يعني بدون مجاملة. درت انواع المعاجن درت تاع المشيمشة، درت انواع كثيرة بصح تاع القارص جاني بزاف الشباب. ونتشكركم بزاف على التعليقات وعلى لي كومونتير اللي كتبتوا لي بزاف. واليوم ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو تاع القرنون، ولا كل منطقة كيف يسموه. احنا نسموه قرنون، يعيطولو قرنون رويال في المنطقة تاعي وين نسكن. هذا النوع يجي خضر واحمر ويجي شباب ويجي بنين. هذا النوعية بنينة بزاف، ديريها اي وصفة تجيك بنينة. انا رحت للجردينة تاعي، نحيت كمية اللي درت بها الوصفة، خليته حتى كبر لي كامل ونحيت المعدنوس ودخلت للمطبخ تاعي باش نوري لكم كيفاه نقي القرنون تاعي. القرنون يطلق يولي لك يديك كحولة كي تنقيه. كاين اللي يستعملوا ليكو، انا ما درتش ليكو، نقيته كما راكم تشوفوا طري بفيه يتنقى ويتنحاولوا الاوراق تاعو. لازم تستعملي موس يكون يقطع مليح باش تجيك العمليه التنقيه تاعو تجيك سهله. وانا في وصفاتي نحب نستعمل انواع الخضر ولا الفاكهه اللي تكون في الجردينه تاعي باش نوري لكم كيفاه نحيها، كيفاه نطيب، كيفاه نقي هذاك النوع من الخضر. وجبت معايا القارص ودرت القرنون تاع القارص باش ما يكحليش ويقعد ويحتفظ على اللون تاعو. نقيت الكميه تاعي كامله تاع القرنون، درت لها القارص ودرتها في الماء، غسلتها بطبيعة الحال مليح في العين ودرتها في الماء كما راكم تشوفوا. ساهل التنقية تاعو، فيها تكملي الحبة. هنا نولوا للمقادير تاعنا تاع طاجين القرنون. جيبي واحد 200 غرام حتى 300 غرام تاع لحم مطحون، ماشي شرط تستعملي كميه كبيره، راهي الاسعار راهي مرتفعه، ديري على حسب مقدورك. هنا قطعت القزبر، جبت الجلبانه اللي كنت نقيتها معاكم ودرتها في المجمد. عندي حبه بصل، عندي الروز، عندي فلفل كحل، عندي القرفه، عندي الزيت. هنا جبت الطاجين تاعي
اللي نحب نطيب بزاف في الطواجن، سورتو هذا الانواع من الوصفات. حبه بصل كبيره قطعتها رقيقه وقسمتها الى قسمين. القسم الاول درته والقسم الثاني نديرو في اللحم المطحون. ضفت 3 مغارف تاع زيت ومغرف تاع سمن باش يجيك الطبق تاعك يجيك بنين. ودرت الملح ودرت فلفل كحل ودرت القرفه ودرت الجلبانه وخليتها طيب على نار هادئه، خاطرش الجلبانه كانت لي في المجمد باش طيب لي. والقرنون ما درتوش من الاول خاطرش طري. هنا وليت وخليت الطاجين تاعي يطيب على خاطره. هنا وليت القرنون تاعي جبت الفيونداشي وضفت لها البصل والروز وكمية معدنوس. خلطتهم مليح، البصل مع الروز مع المعدنوس والتوابل. درت غير فلفل كحل والقرفة، ما تكسريش التوابل في الفيونداشي باش ما يتغيرش المذاق تاعو. وضفت الملح وصفار حبه بيض باش الفيونداشي ما ينفتحلكش في القرنون ويقعد شاد روحه، والحبه تاع القرنون تقعد على قانيها ما يطيحلكش الفيونداشي. عمرت حبه القرنون بالفيونداشي، عمريها وساويها باش تجيك الحبه متحوفه. هنا كملت الكميه تاعي كامل تاع القرنون، والجبانه كان بدا يدخلها الطياب. درت القرنون تاعي في الطاجين وخليته وزدت له كميه تاع الماء وخليته يطيب على خاطره باش يجي بنين ويجي عاقد. كاين اللي يحبوا يضيفوا الفارينه، انا ما ضفت الفارينه. درت الماء يكون سخون وخليته طاب على خاطره حتى شربت هذيك المرقه وما كثرتش الماء. خليته طاب على خاطره، نحيته فوق الفرن. هنا يعني كما راكم تشوفوا زينته بالمعدنوس. هنا فرغته في طبسي التقديم، خليت فيه كمية قليلة من المرقة. أنا فرغت الجلبانة اللي عطات له البنة الظلمة تاعي، وجا بزاف شباب هذا الظلمة. اختلموا هذا الظلمة ديروها رانا في وقت القرنون، ماشي شرط ديروا قرنون الرواية، هم كاين انواع مختلفة من القرنون، ديروا اي نوع ديروها تجي بزاف شابة هذا الظلمة وسهلة في طريقة التحضير. تم الطيب. انا جاني ما شاء الله هذا الظلمة. يعني كملت معكم الفيديو لنهار اليوم، الى الملتقى ان شاء الله.